وفي الخلاصة أود أن أشير إلى شيء هام. أولا الإعلام المغربي، النظام مجند الإعلام المغربي لتحرير الشعب المغربي وتجنيده ودفعه إلى الحكم نحو الشعب الجزائري. نحن في الجزائر لم يقم الإعلام في يوم من الأيام بمهاجمة لا الشعب المغربي ولا الدولة المغربية، إلا أننا نكشف العيوب للنظام المغربي، مثل الفضيحة الأخيرة التي قام الملك بإصدار عفو على أكبر تقريبا مجرم في شمال أفريقيا أو في أفريقيا إن لم أقل في أوروبا، وهو ذلك الذي انتهك حوالي 11 طفل مغربي اعتدى عليهم جنسيا من 5 سنين إلى 11 سنة. الملك الحسن الثاني طبعا عفى عليه وعلى عدد كبير من الإسبان بعد زيارة الملك خوان كارلوس، وبطلب من الملك خوان كارلوس عفى على هذا المجرم و11 إسباني آخرين متورطين في قضايا عديدة. ولكن النظام المغربي يتصرف بهذه الأساليب، هو كل من يحاول يدعمه في ضد الشعب الصحراوي وفي حق تقرير الشعب الصحراوي مصيره ممكن يسلم له أغلى شيء وأثمن شيء في القصر الملكي. وبالتالي نحن لن نقوم في يوم من الأيام بتحرير الإعلام الجزائري ضد الشعب المغربي، ولم نقم في يوم من الأيام نبني الحقد بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. الشعب الجزائري شعب مسالم يحب الاستقرار، الأمن، السلم، ويعتبر أن كل شعوب المنطقة هي منتمية إلى عادات وتقاليد ولغة ودين واحد. وبالتالي ننصح المغاربة ومن يحرض هذا الإعلام، وننصح الصحفيين الذين يقومون بهذه المقالات التي تعتبر صبيانية بأن يتخلوا عن هذا، وأحسن طريقة وأحسن حيلة هو أن تتخلى عن جميع الحيل. عودوا إلى رشدكم وعودوا إلى الواقع وعودوا إلى المنطق، ستجدون مصلحتكم أفضل مما أنتم فيه اليوم. شكرا.